السيد رئيس الحكومة، الريادة والتميز شعارات مفترى عليها لأنكم كتعتمدوا مقاربة تكنولوجية سطحية، والواقع هو اللي كتعكسوا التقارير اللي ما زالت كتصنف المغرب في رتب متأخرة. المغرب اليوم في المرتبة 78 من أصل 81 في مؤشر المهارات المستقبلية، وكتكلموا لنا على أجيال المستقبل. الريادة الوحيدة كاينة في استمرار الهدر المدرسي وفي تكريس تعليم للنخبة وتعليم لأبناء الفقراء. التلامذ ديالنا كيتوظفوا كفئران تجارب مع تغييب مفهوم الرياده من حيث العداله، تكافؤ الفرص والفكر النقدي يا سيد رئيس الحكومه لصالح المهننه والمكننه في المملات من طرف المؤسسات الماليه. أما جامعة التميز فهي متميزة في تهميش الطلبة وتهجير الباحثين. في مؤشر هجرة الكفاءات المغرب في المرتبة الثانية بعد سوريا، والمغرب لا ينفق سوى 0.75 من ناتجه الخام. كيفاش ممكن نتكلموا على تميز؟ وبالتالي هناك توجه نحو خصخصة مقنعة تكرس التفاوتات الاجتماعية، وبلا ما نهضروا على الفضائح اللي كتعرفها اليوم جامعتنا. شكرا. كان آخر متدخل السيدة النائبة المحترمة نبيلة.